يا مولانا لا لا يا مولانا يا مولانا يا Assad's use of chemical weapons in Syria against his own people, because I really care about what happens to the Syrian people, both here in Germany and in Syria. And Assad has treated his people so badly, it is horrific. We have to get rid of Assad. The international community has to make sure that that dictator and his family and his regime are never allowed to rule again over the Syrian people. And that's why I'm here today. لنؤكد على ضرورة محاكمة من استخدم الكيماوي في سوريا. النظام السوري ما زال مستمرا في قتل السوريين، ما زال مستمرا في قصف السوريين يوميا، واليوم نحن هنا لنخرج ضد مؤيديه، ضد الناس الذين يؤيدون القاتل. هؤلاء قتل أكثر من القاتل نفسه، هؤلاء من يدعمون القاتل هنا في هذه البلاد الأوروبية، هؤلاء قتل أكثر من القاتل نفسه. نحن هنا اليوم لنؤكد على ضرورة محاكمة المجرمين، لنؤكد على مطالبنا المحقة في سوريا حرة، سوريا ديمقراطية، سوريا بدون آل الأسد، بدون العصابات الإرهابية، بدون الروس، بدون أي تنظيم إرهابي يقتل السوريين ويقتات على دمائهم. نحن موجودين في براندربورغ بوابة برلين، أول شيء لضحايا مشهد الكيماوي في خان شيخون، وكمان ضد شبيحة بشار الأسد اللي واقفين عم يتقاطعوا على بشار الأسد اللي هو عم يقتل الشعب السوري من أكثر من 6 سنوات. نحن حنضل مستمرين بالثورة السورية إلى إسقاط النظام. سمعت هالشباب يما الحرية عالباب يما طلعوا يهتفوا له، شافوا البواريد يما قالوا اخوتنا هن ومش رح يضروا.